السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. موضوع اليوم غادي يكون مختلف على المواضيع كامله اللي كنهضروا عليها. للاسف غادي نرجعوا للحديث على واحد الفاجعه حقيقيه وصدمه كبيره اللي فاقت عليها مدينه القصر الكبير. وهذه القصه هي قصه ديال الطفله البريئه اللي كانت كتلعب امام المنزل ديال الجده ديالها، ولكن البراءه تحولت لغموض وموراها اكتشاف مؤلم. وغادي نشوفوا كيفاش هاد الطفله اختفت وكيفاش العائله والبوليس بقاو سهرانين طول الليل كيقلبوا عليها، وكيفاش الصباح كشف لينا على هاد الكارثة. وقعت هذه المأساة التي هزت الرأي العام في مدينة القصر الكبير، وبطلتها طفلة اختطفت واعتدي عليها في محيطها القريب. تبدأ القصة باختفاء الطفلة هدايا التي تبلغ 6 سنوات، التي كانت تلهو بقرب من منزل جدتها في حي ولد حميد. اختفاؤها المفاجئ في ظروف غامضة أثار قلق العائلة والسكان، مما استدعى تدخل الشرطة والسلطات المحلية. انطلقت عملية البحث المكثفة واستمرت طوال الليل. في الصباح الباكر التالي عثر على جثة طفلة ملقاة بقرب من إعدادية المهدي بن بركة، وكان المشهد صادم. وآثار الاعتداء ظهرت ظهرت على الجثة كدمات وضربات كثيرة. بناء على الأدلة الجنائية التي تم تجميعها من الجثة ومسرح الجريمة، تمكنت السلطات من تحديد هوية الفاعل. 2009 أي يبلغ من العمر 16 سنة، يسكن في نفس الحي الذي تقطن فيه الطفلة. تم التأكيد على أن هدفه كان الاغتصاب والاعتداء. لقد لقد سببت هذه الجرائم لقد سببت هذه الجريمة حالة من الاستنفار الأمني والقضائي، وعبرت عن صدمة وحزن عميقين لدى سكان القصر الكبير وجميع المواطنين المغاربة الذي يطالبوا بد... الذي ي... الذي طالبوا ب... الذي طالبوا بضرورة تطبيق أقصى العقوبات وتحسين إجراءات لحماية الأطفال. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خليكم مع الحقائق